سلام البنات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم كيك بسيط في المقادير ديالو، ولكن زوين في المذاق وفي الشكل ومقادير بسيطه. ندوزو دابا المقادير. عندنا 4 البيضات، كاس حليب، كاس سنيده، 2 كيسان ديال الدقيق. حسب الخليط ممكن تستعملي 2 كيسان ونص، انا استعملت في هذه الوصفه 2 كيسان ونصف. كاس ديال الزيت، 2 خمارات، وعندنا فلون ديال الفريز. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. عندنا ميكسور كنوضعوا فيه 4 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كاس ديال السنيده، وكنطحنوا كلشي في الميكسور. من بعد كنزيدو كاس ديال الحليب، وغنزيدو دابا كاس ديال الزيت. كنطحنوا، ما تكونش درجه ديال السرعه ديال الميكسور ما تكونش سريعه، غير في المتوسط. ودابا غنزيدو فلون ديال الفريز. هاد فلون ديال الفريز كيعطيها مذاق زوين بزاف بزاف بزاف، كتجي هكا فريش وزوينه. وهنا غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق، وجوج خمارات من وزن 7 غرام. انا هنا استعملت 2 كيسان ونصف من الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق، وغربلته من قبل. وهنا بعد ما درت 2 كيسان ونص ديال الدقيق، كيكون الخليط خفيف، القوام ديالو سلس. هنا عندي مول درت دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق كيف ما العاده. الوقت ديال الطياب دات ليا نص ساعه اللي خدات ليا ديال الطهي. ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، يعني على عافيه مهيله. كيف ما كتشوفوا هنايا الكيك عندي فاش طاب. يعني ممكن تكتفيو به على هذا الشكل، تحطوه كيك عادي كيجي زوين المذاق ديالو ولا اروع. كيف ما كتشوفوا هنايا في الفيديو المذاق ديالو كيجي زوين والشكل ديالو زوين، يعني مقادير بسيطه وتبارك الله ما شاء الله كيجي الحجم ديالو كبير. هنايا انا اختاريت انني ندير هاد الطريقه، خويته من الوسط كيف ما كتشوفوا. انا سرعت الفيديو حيت يعني الصوره واضحه، الفيديو واضح. هنايا استعملت كريمه ديال الفريز، كريم شونتيي، ودرت البانه الوسط. ممكن اي فاكهه عندك في الدار تستعمليها اللي كتحبي. ومن بعد هادوك الطريفات رديتهم لبلاصه من حيدتهم من الكيك، ودهنته بمربى ديال الفريز، وزينته بالمكسرات اللي موجوده عندك في البيت. كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه كيجي كيك راقي. ممكن تستعمليه كيك عادي، وممكن تزيدي عليه اضافات كيف ما بغى اي واحد. وهنا بعد ما انتهيت من التزيين ديال الكيك، يعني تزيين بسيط وحتى في المنظر زوين، يعني من كيك عادي كتزيدي عليه لمسه بسيطه. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله جات زوينه. دابا غنقطعها، غتشوفوا معايا كيف جات من الوسط الشكل ديالها. ممكن الا عندكم فريز تستعملوه، اي ديسير كتحبوه متوفر عندكم في المنزل. يمكن تستغني على المكسرات، ديري كوك، شوكولات، اي حاجه حبه لك الخاطر واي حاجه كانت متوفره عندك في البيت.
كيف ما كتشوفوا هذا هو الكيك ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ما يجي المزيد من الفيديوهات اللي غتكون ان شاء الله في المستوى. كنتمنى تشاركوا في القناه وما تبخلوش عليا